لو عايز تخلي السيكوال يحلل وياخد قرار، يبقى بالكيس تقدر تبني منطق الاف ايلس جوه الكويري. هنا مثلا في المثال اللي انا هقوله هنقسم الموظفين حسب المرتب، لو فوق ال 5000 يبقى هاي، ولو تحت ال 5000 يبقى لو. مش بس بخزن الداتا، ده انا بخلي كمان السيكوال يفكر معايا. يلا بينا نشوف. طيب لو انا عايز اعمل الكيس بتاعي ازاي، اقول سيلكت نيم وبعد كده اقول كوما وبعد كده ابدا اعمل كيس. النيم اللي هو هجيب الاول كولوم بتاعي اللي هو الاسم، وبعد كده اعمل الكيس بقى اللي هو الكولوم التاني اللي هو السالري. فبقول له كيس وير سالري اكبر من 5000 then يبقى هاي. هنا في السطر ده بقول ايه؟ في السطر ده انا بقول ان انا بقول لو السالري اكبر من 5000 يبقى انا بديله ليبل اسمه هاي. حلو كده، بخليه ليبل اسمه هاي. حلو كده، بتاع الايه، بتاع السالري اللي في التيبل اللي هو امبلويز. إلس اللي هو طبعا انا هنا بظبط بس اللي هو الكولومز بتاعتي، وبقول إلس لا يبقى لو. لو يعني لو اقل من 5000 او يساوي ال 5000 يبقى considered اللي هو low category. بعد كده بقول end as salary level. تمام، اللي هو النيم بتاع الكولوم بتاعك هيبقى اسمه salary level from employees، اللي هو التيبل بتاعي اللي انا بامبورت او باخد منه الداتا. طبعا هتلاقي هنا الاوتبوت بتاعك زي ما انت شايف. عندك النيم وعندك السالري ليفل، هتلاقي الاول اسم هاي، تاني اسم لو، تالت اسم لو، رابع اسم هاي. تعالى كده نبص برضو على هنimporт السالري نمبر ذات نفسه عشان نتاكد اذا كان الفانكشن شغاله معانا ولا لا. فبقول سيلكت النيم والسالري وبعد كده بحط الكاتيجوري بتاعت السالري. هتلاقي هنا 5000 كونسيدرد هاي، هتلاقي 4800 كونسيدرد لو، وهكذا.